من تقريبا سنة ونص جيت على المغرب، أنا وزوجتي عزة وولادنا الستة من السويد. الفيديو دوت هحكي لكم بقى تجربتي الشخصية في خلال الفترة ديت، ورأيي إيه في المغرب ورأيي إيه في المغاربة. هندخل في الكلام التقيل بقى. لا ما تقلقوش، خليكم بس معايا في الفيديو إن شاء الله تعالى ونفضفض شوية مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومئة ألف مرحبا بكم جميعا في قناتي وقناتكم انتوا كمان، قناة أخوكم أنس. طبعا اللي عارف قصتنا أنا وعزة عارف إن احنا سيبنا السويد وجينا على المغرب، احنا وولادنا، يعني هاجرنا اللي هي الهجرة العكسية ديت، سيبنا يعني أوروبا وجينا على بلد مسلم علشان نسكن ونستقر فيها بولادنا. القصة ديت عزة اتكلمت فيها في قناتها، لكن الناس الجداد عندي هنا يمكن مش عارفين القصة كاملة، فأنا بس إيه خلفية بسيطة كده هختصر، ما تخافوش مش هدخل في الموضوع لأن لسه في فيديوهات تانية هتكلم في الموضوع ده بالتفاصيل، يعني إنه ليه اخترنا المغرب بالذات وليه مثلا مش مصر أو أي بلد تانية، والكلام ده كله هتكلم فيه إن شاء الله. لكن خلفية بسيطة، طبعا إحنا كنا يعني عزة مولودة في السويد، انا رحت السويد وانا عندي 6 سنين، فكنت يعني تقريبا يعني السويد هي بلدي يعني، وولادنا كلهم مولودين في السويد. فمن سنه ونص كده قررنا يعني لاسباب مختلفه ان احنا نترك السويد علشان نستقر في بلد مسلم، واخترنا المغرب. دلوقتي بقى لنا في المغرب سنه وخمس اشهر، داخلين في سنه ونص، والفتره دي حصل حاجات كتير جدا جدا، وحابب انا اشارككم وحابب اشارك التجربه، يمكن الناس تستفيد. وفي ناس كتير جدا كتبت لي وسالتني كمان بعض الاسئله التفصيليه عن الهجره نفسها، ويعني ازاي الخطوات العمليه، وكمان هنا في المغرب خبرتي هنا وكده. لكن الفيديو دوت كده كبدايه كمقدمه للفيديوهات التانية ان شاء الله تعالى، هكلمكم عن احساسي وشعوري ومشاعري في الفتره ديت اللي احنا قعدنا فيها في المغرب. قبل ما اتكلم عن الفترة يعني من يوم ما نزلت الطيارة في مراكش، هكلمكم بس الخلفية اللي كانت عندي أنا عن المغرب والمغاربة وأنا في السويد. طبعا أنا مصري، يعني أبويا مصري وأمي مصرية. أنا مصري لكن تقريبا سويدي كمان، لأنه طول حياتي في السويد من وأنا عندي 6 سنين لحد تقريبا 40 سنة. فمصر كنت بروحها زيارات، لما رحت فترة كده يعني كان في دراسة، يعني قعدت فيها فترة، وبعدين رجعت السويد تاني مش فترة طويلة يعني كام شهر يعني، وبنروح زيارات في الصيف كده كأي يعني أسرة عايشة خارج مصر، يعني في أوروبا مثلا وأمريكا وغيره، بيروحوا زيارات يعني بيزوروا اهلهم والكلام ده كله يعني. لكن طول حياتي في السويد، فكل يعني التعامل اللي انا يعني شفته من الناس كان من خلال الناس اللي برضو زي حالاتي برضو سابوا بلدهم وراحوا على اوروبا. كلهم بقى كل اصناف الناس بتهاجر لاسباب مختلفة من بلادها يعني لبلاد اوروبا وامريكا او غيرها يعني. فأنا كواحد في السويد كنت بتعامل مع جميع الناس دي، يعني جميع الخلفيات، ومن ضمنهم طبعا المغاربة. أنا الحمد لله من النوع اللي يعني ما ما عنديش فكرة مسبقة، يعني ما فيش يعني لما اقابل حد ما عنديش فكرة مسبقة، عندي عادي كده يعني. طب ده انسان بشر قدامي، بحاولش ان انا افكر انه دوت مغربي او ده مصري او دوت سعودي او ده كذا، انه ده يمني واليمنيين كذا والسعوديين كذا والمغاربه كذا ومش عارف إيه. الكلام ده مش موجود عندي. لكن اللي كان معروف عن مش المغاربه بس، يعني في المجتمع السويدي اللي انا كنت عايش فيه ما بين العرب الموجودين هناك والمسلمين، معروف حاجه يعني مثلا معروف على المصريين، المصريين دول طبعا بتوع هزار وبيتكلموا كتير كده، الكلام اللي الواحد بيسمعه عن المصريين. واللي مثلا راح مصر واتنصب عليه ولا حاجه يقول لك المصريين نصابين كلهم. فاحنا الناس اللي بتقول الكلام ده يعني دي خفه عقل، يعني الواحد يفكر كده ويعمم قوي كده. لكن كمثلا المصريين بيتكلموا كتير مثلا او بيهزروا كتير، طبعا اللي متابع قناتي عارف ان انا بتكلم كتير فعلا. ما اعرفش بقى الهزار دوت، يمكن حد يعني يقول لك لا بيهزرش قوي، لكن انا برضو بحب الهزار جدا يعني. ف وده مش معناه انه الناس كلها اللي هي من بلدان تانية ما بيحبوش كده، بس عموما يعني يقول مثلا اليمنيين طيبين وكرمة، السودانيين دول ناس كده مزاج وبيحبوش يعني الشغل والعمل والتعب، بيحبوا كسل يعني. طبعا دي حاجات دي نمطية موجودة في كل الشعوب. السعوديين ناس باردين، زي التلج اللي موجود في بلدهم كده يعني.
فالمغاربة يعني المغرب، تونس، الجزائر، البلدان ديّة اللي هي في شمال أفريقيا يعني، اللي بيسموها في السويد بلدان شمال أفريقيا Nord Afrikansk Länder. الصورة اللي كانت موجودة إن هم يعني في التعامل مع الناس الفيوز عندهم يعني بسرعة بيتنرفزوا بسرعة، يعني بيغضبوا بسرعة وبيهدوا بسرعة برضه جدًا. يعني طيبين أوي بس برضه يقدروا كده يعني. وأضرب لكم مثل يعني، كان في واحد بيقول يعني الكلام ده لواحد جزائري أظن أو مغربي، فبيقول إنه أنا باتمشى معاه فبيقول له يعني إيه رأيك في المغاربة أو إيه رأيك في الجزائريين؟ مش فاكر كان جزائري والّا مغربي يعني. فبيقول أنا باحب المغاربة والجزائريين جدًا، باحب أحبابنا في شمال أفريقيا جدًا بصراحة يعني، لكن بس في مشكلة عندهم مشكلة واحدة بس، هي المشكلة دي بصراحة اللي بتتعبني جدًا. فالأخ المغربي أو الجزائري بَص له وقال له: "مشكلة إيه؟ إيه المشكلة أنت إيه المشكلة؟" عمل له كده، فقال له: "هي دي المشكلة." طبعًا الكلام ده كان بيأثّر في يعني فكري أنا، يعني لمّا الواحد يتعامل مع الناس يسمع الكلام ده من كل مكان، فأكيد حتى لو أنا إنسان ما باحبش أحكُم على الآخرين أو يكون ليّا فكرة مسبقة يعني عن حد خالص، الواحد بيتأثّر، الإنسان بيتأثّر، لكن بيجاهد نَفْسه يعني وبيحاول يحسن الظن في الناس ويتقي الله فيهم، علشان برضه الكلام ده يعني غلط يعني. ما يرضيش ربنا الواحد يروح يعني كده يظن في الناس سوء يعني. فالمهم فبيحصل طبعا مواقف. فانا الصوره اللي كنت واخدها شويه كان كده ان هم الناس المغاربه دول والشمال افريقيا ناس كده بيتعصبوا بسهوله جدا وبيتنرفزوا بسهوله جدا، وما ينفعش التعامل معاهم في بعض الاشياء لانه يعني في البيزنس مثلا يعني يمكن ما يعرفش يقعد معاك كده يكون رزين وهادي وكده يعني، غير مثلا الفلان من مثلا بلد عربيه تانية او كده. ما اقدرش اقول لكم الصورة دي اللي عندي مسبقة وهي غلط زي ما قلت، كان فعلا طلعت غلط جدا، والله العظيم غلط جدا. لانه انا اصلا جاي المغرب وحاسس كده شوية انه اتعامل كده خليك هادي، ما تنرفزش حد، عارفين؟ برغم ان انا والله العظيم مش من النوع ده، بس برضو احساسي كده يعني كل جسمي وكده حاسس انه مشدود شوية. ف فانا جاي المغرب كده يعني جاي بالاحساس ده شويه. وكنت دايما بقول لعزه الكلام ده، انه عزه مثلا لما الاقيها كده بتشد في حاجه او مثلا اتعصبت اقول لها العرق المغربي بقى. وبتقول لي انا كمان، ويعني اصل هي امها مغربيه وابوها مصري عزه زوجتي يعني. ف جيت المغرب وكان ده احساسي شويه يعني. وانا فاكر سبحان الله، معلش بقى الفيديو دوت يعني هتكلم براحتي شويه، كاني والله العظيم انا بكلمكم وارجو يا رب ما حدش يزعل مني، انا بحاول اتكلم من قلبي وبحاول يعني اكلمكم كانه قاعدين معايا هنا في الصاله وبنتكلم مع بعض وبنشرب اتاي مع بعض اللي هو الشاي المغربي الجميل ده، او بنشرب شاي مع بعض او قهوه، حتى انا بموت في القهوه يعني طبعا، كابتشينو اسبريسو كورتادو اي حاجه تحبوها يعني. فبتكلم براحتي، فاظن ان شاء الله ان انتوا تفهموني صح يعني، ولو اخطات ربنا يغفر لي لانه ده مش قصدي ابدا والله العظيم. ف بحكي لكم يعني بس خبرتي وتجربتي يعني. فالمهم يعني فانا فاكر لما جينا واحنا مسافرين، احنا نزلنا من السويد رحنا على المغرب، على مراكش. وانا زرت مدن كتير في المغرب يعني، زرت مدن كتير عشان بس ما انساش كل المدن. طبعا مراكش، طنجة، كازابلانكا اللي هي الدار البيضاء، ايه تاني يا ربي، محمدية طبعا، قعدنا فيها فترة، تطوان، ورحت انا كام مدينة كده بنفسي يعني لامور عمل. فزرت كذا مدينة يعني وقابلت ناس وتعاملت مع ناس كتير. احنا طبعا نقلنا في المغرب كتير جدا وتعاملنا مع مغاربة يعني، وتعاملنا مع الحكومة، وتعاملنا مع الشرطة، تعاملنا مع كل الفئات بسبب حكم ان احنا جداد هنا في البلد وبنقدم على اوراق احيانا، ولازم يعني نقابل حد مثلا لاجتماع معين علشان عمل، عشان شركة، عشان شغل، عشان كذا. فتعاملنا مش ان احنا مثلا قاعدين في البيت ما نخرجش مثلا مع مدارس مع كذا يعني، لان عندنا اولاد طبعا. فتعاملنا مع ناس كتير، وطبعا قرايب بعزة طبعا تعاملنا معاهم برضو. فالمهم يعني هاجي في الموضوع ده هتكلم فيه ان شاء الله. عايز بس احكي لكم كده لما جينا المطار. فاحنا طبعا نزلنا من الطياره، واحنا في الطياره اصلا في كتير جدا من اللي في الطياره معانا مغاربه رايحين المغرب. والكلام ده كان يعني في شهر 8.
فكان الصيف خلاص يعني تقريبًا خلص يعني، بس برضه كان في ناس كتير جدًا مغاربة يعني رايحين المغرب، فقاعدين في الطيارة ونازلين، وأنا طبعًا ما باعرفش أتكلم الدارجة اللي هي اللهجة المغربية، بافهم بعض الكلمات، لكن باحس إنه يعني سرعة الكلام، أنا باقارنها بالسويدي والدنماركي شوية، يعني السويدي والدنماركي والنرويجي قريبين جدًا من بعض اللغات، لكن باحس إن مثلًا النرويجي أسهل شوية، أعرف أفهمه بدون مشاكل تقريبًا، في بعض الكلمات تختلف لكن بافهمه، لكن الدنماركي كأنهم يعني باقول دايمًا كأنهم بالعين بطاطس في زورهم هنا، حاطين بطاطس هنا في زورهم وبيتكلموا، فالكلام بيطلعش صح، ده وداني بتسمع كده، لكن لو عملنا عارفين slow motion يعني كده بدل ما يتكلم بسرعة بالراحة شوية هافهم كلامه، فأنا باحس كده برضه في اللهجة المغربية، بالذات إن اللهجة المغربية تختلف على فكرة، ما بين الشمال والجنوب وفي أجادير في تطوان وكده يعني بتختلف. فدي حاجة برضه أنا ما كنتش بافكّر فيها، يعني إن الواحد جاي هنا فاكر بقى إن كل الناس نفس الموضوع يعني. أول ما وصلنا المطار طبعًا عشان إحنا في مطار واللي بيشتغلوا في المطارات ناس بتتعامل مع جميع أصناف الدنيا، الناس اللي بيشتغلوا في المطار اللي واقفين يعني قاعدين في مكان اللي بيختموا على الباسبورات والكلام ده كلّه، لكن أنا بقى إيه، داخل كده ويعني ما أعرفش بقى ليه إحساسي كده إن أنا يعني كأن فهمت شوية إحساس أبويا وأمي لمّا سابوا مصر وراحوا بلد تانية، اللي هي مش بلدهم، بس في نفس الوقت اللي شايفه قدّامي إن هُم الناس اللي في المطار هنا، اللي بيشتغلوا في المطار يعني المغاربة، يعني شكلهم زي شكلي كده، ويعني شُفت اللي كان داخل يصلّي واللي بيتكلّم عادي كده وسامعه فاهمه كويس، فكان إحساس غريب بصراحة، إحساس إن أنا جديد في بلد ومش بلدي، في نفس الوقت لأ دي بلدي ودول أهلي وناسي، فكان إحساس غريب شوية، فكنت شوية كده في نوع من مش هاقول قلق لكن nervös كنت أقول بالسويدي معلش اللغات كلها دخلت في بعض. يعني المهم يعني وأنا في المطار بادّي للضابط اللي هو الشرطي يعني أو اللي قاعد بيختم الباسبورات دوّة، بادّي له الباسبور بتاعي، فبيبُص فيه كده طبعًا باسبور سويدي، فبيبُص كده وأنا يعني لمّا يبُص لي يعني المنظر ده مش منظر واحد سويدي، أنا سويدي الجنسية وعايش في السويد، والسويد أكتر من السوايدة في حاجات يعني بصراحة، لكن شكلي كده يعني فبيبُص كده فبيقول لي يعني: "أنت منين يعني؟" فقُلت له: "أنا أصلي مصري." فسكت شوية كده وبَص لي وابتسم ابتسامة عريضة، وكلمني بالمصري. قال لي: "أهلًا وسهلًا بيك يا حبيب قلبي في بلدك كده يعني. فسبحان الله، هي الكلمة دي ودي حاجة مهمة جدًا سبحان الله إنه الناس دي اللي بتشتغل في المطارات، هي فعلًا أول صورة المفروض حتى لو هو قال لي يعني المصريين تاتكونيلة بس يعني كنت هاقول هو أخلاقه وِحشة، مش هاحكم على البلد كلّها يعني، لكن في ناس كده، في ناس هتحكم تقول البلد إيه البلد الكذا دي اللي بتشتم الناس واللي مش عارف أسلوبها كذا وعنصريين ومش عارف إيه لكن هو سبحان الله يعني قال لي الكلمة دي حسّيت بالstress كلّه دوّة يعني راح كده إنه فابتسمت كده وقُلت له: "الله يبارك فيك." قال يعني "إحنا بنحبكم جدًا وأهلًا بيك في بلدك." وكده يعني، وأخدها من الباسبور وعدّينا. فدي كانت أول فده شال كل الخلفية الموجودة عندي سبحان الله، من أول ما نزلت المطار، منتظر أنا بقى في المطار الكلام اللي أنا كنت باسمعه ده النمطية اللي هي موجودة يعني، الصورة المُسبقة يعني، فزال كل ده. إحنا أول فترة لمّا جينا المغرب يعني رُحنا على طول يعني المناطق يعني أهل عزّة، لأن عزّة أمها مغربية، موجودين في المناطق اللي هي عند الدار البيضاء وفي محمدية. المحمدية دي مدينة كده تبعد عن الدار البيضاء بقليل جدًا يعني، بالقطر يمكن 10 دقايق والّا حاجة زي كده يعني، بالعربية ما أعرفش يمكن نُص ساعة والّا حاجة يعني، قريبة جدًا يعني. لدرجة إن أنا كنت فاكر إن المحمدية دي منطقة في دار البيضاء، لكن هي مدينة مستقلة يعني لوحدها. ف وقبل ما ننزل طبعًا المغرب كنا يعني عارفين إحنا رايحين هناك وكده يعني. بس مدينة يعني عارفين مدينة يعني مش مثلًا فيها بقى الجبال بقى وكده زي في تطوان مثلًا، إحنا في تطوان هنا في الشمال يختلف تمامًا، ولمّا رُحنا طنجة برضه يختلف شوية يعني و في كده إحساس من دول ناس مدينة، وفي ومحمدية فيها كمان
مصانع كتير يعني، وعمال كتير بييجوا مثلا يشتغلوا في المحمدية ويسيبوها، وفي عمال في المحمدية بيروحوا الدار البيضاء وبيرجعوا وكده يعني. صناعية جدا يعني. وكان في كده، كنا بنروح البيتش، بيسموه ايه يا رب، الشاطئ. معلش اصل انا اللغات بتدخل في بعض في دماغي. الشاطئ يعني عندهم شاطئ جميل جدا، كنا بنروح هناك مع الاولاد وكده يعني. ف فرحنا المحمديه. والفتره في المحمديه يعني كانت فتره في بدايه رحلتنا، في بدايه هجرتنا يعني. فكل حاجه كانت جديده طبعا بالنسبه لنا. ولما سيبنا المحمدية بعدين وسافرنا، رحنا طبعا في المحمدية، نقلنا كم مرة في المحمدية. كنا في الأول قاعدين عند قرايب عند عزة، الله يجزيكم من خير يعني، استقبلونا، قعدنا عندهم فترة يعني أقل من شهر كده. وبعدين خدنا إحنا، أجرنا مكان قعدنا فيه فترة، وبعدين سيبنا المكان ده ورحنا بيت تاني كنا عايزين نستقر فيه يعني، شقة تانية. وبعدين ما كانتش مناسبة لينا خالص المحمدية، فبدأنا نفكر في مدن تانية. وحتى احنا سألنا على اليوتيوب ايه رأيكم يعني، وناس كتير جدا كتبوا الشمال. وفي الاخر اخترنا ان احنا نروح تطوان. وفي الفترة واحنا في محمدية كنا نروح الدار البيضاء كتير يعني، لحاجات يعني شغل وكده، وامور يعني اوراق وحاجات محتاجينها من الدار البيضاء. ورحنا الرباط كذا مرة طبعا كمان، ده نسيت اقوله في الاول، الرباط رحناها كذا مرة. ف انا طبعا باين عليا جدا ان في كلامي، ويعني اكيد لغه الجسد كمان بتظهر ان انا مش من هنا. مش من هنا يعني، لغه الجسد بمعنى مش من هنا. يعني زي واحد مثلا سويدي جاء على المغرب مثلا، لكن شكله مش سويدي. فطبعا كلامي على طول يعني ان انا مصري يعني. ف فالناس طبعا على طول بتعرف التاكسي في السوق وكده، بيعرفوا على طول. وده سبحان الله يخليني احكي لكم شويه عن التجارب الشخصيه. يعني خلينا مثلا نتكلم عن التاكسيات. انا ركبت تاكسيات كتير جدا. هنا في المغرب في تاكسيات مختلفه. يعني في المدن الموجوده يعني، مثلا في مراكش، في دربا، بالالوان، هم بالالوان ده اللي انا فهمته يعني. يعني هنا في تطوان مثلا عندهم اللون الاصفر، ده التاكسي ده ممنوع يركب فيه غير مثلا ثلاثه. حتى لو في مكان لاثنين تانيين مثلا، هم ثلاثه. وسعره معين، لما تدخل اول ما تدخل مش عارف تدفع كده، مش عارف 7 دراهم ولا مش عارف كام، على الزون، المنطقه اللي انت فيها يعني. ففي كده نظام معين يعني. في كل مدينه مثلا، في الدار البيضاء اظن كان التاكسي الاحمر، وتاكسي الوان مختلفه. والتاكسيات الصفراء دي مثلا ما ينفعش تسوق غير داخل المدينه، ما ينفعش تخرج خارج المدينه. او تسافر بتاكسي احمر مثلا لمدينه تانية ولا كده. دول عربيات تانية بيعملوا كده. اللي عايز اوصل يعني انه السيستم في سيستم. انا طبعا مش عارف السيستم ده، مش فاهم يعني، مش عارف، محدش حكى لي. ولانه الامور دي يمكن بدائيه جدا بالنسبه اللي ساكن هنا، لكن اللي مش من هنا يعني مش عارف. فما فيش حد بيقول لي بقى، ما فيش حد يقول انت تعالى انا احكي لك عن السيستم بتاع التاكسيات مثلا. الموضوع ده واحد بيتعلمه عمليا يعني. فكنت ادخل مثلا تاكسي مثلا يعني اصفر، اقول له مثلا وديني على طنجه بس. فيبص لي كده يقول ما ينفع يعني، مش فاهم. فيقول لي لا اركب هناك اعمل كده. اروح مثلا للتاكسي تاني، يقول لي شوف لو انت محتاج حد تاني خد الرقم ده واعمل كذا. اركب التاكسي الازرق، يقول لي مثلا انا اقدر اوصلك لكن لازم تدفع الاماكن كلها. كنا بنروح من تطوان لسبتة، سبتة اللي هي يعني المحتلة، علشان نعدي الحدود. عشان في بداية الأمر طبعا عشان موضوع الإقامة، ما عنديش إقامة أنا، فكنا بنروح علشان الفيزا يعني نجددها. ونحاول يعني نروح هناك بالاتوبيس وكده، لكن مش لاقيين، فكنا نحاول نلاقي عربيه. فبرضه الواحد بيتعلم. فاللي لاحظته انه يعني الفكره المسبقه اللي موجوده عندي عن المغاربه وعن العرب عامه، لانه في فكره كده عن العرب عامه، بالذات اللي بيشتغلوا في المجالات اللي هي العمليه ديت، زي التاكسي، زي في الاسواق، ان هم كلهم منتظرين حد اجنبي من بره وينصبوا عليهم، يضحكوا عليهم في فلوس، ياخدوا منهم زيادة، يسرقوهم كده. دي الفكرة.
تقعد مثلا في عربيه، واحد يقعد يقول لك مثلا انا مثلا ابني مريض، انا زوجتي كذا، محتاج فلوس، ساعدني، شوفك اجنبي، شوفك ان انت مش فاهم يعني. فالواحد دايما كان بيحس بالشعور ده حتى في مصر، حتى لما كنت بروح مصر واتنصب عليا في مصر يعني. وكان بيتنصب عليا بمزاجي بصراحه يعني، لانه لما حد مثلا اقعد في تاكسي ويقعد يقول لي مثلا محتاج وكده، هو مش محتاج، وادي له مثلا شويه فلوس، انا ما بزعلش يعني. هو اصل ما فيش حد يعني هيحط نفسه في الموقف دوت الا وهو فعلا يعني في درجه محتاج فعلا يعني. ومش فلوس انما الاف المؤلفه بقى بديله يعني شويه يعني وخلاص، وبدعي له وبحاول الين قلبه كده. فانا ما بزعلش من الكلام ده قوي يعني. هي مش بالنسبه لي مش سرقه يعني، انا بشوف ان دول ناس فعلا يعني بيتعبوا في حياتهم، وليه لا ربنا يرفع مستواهم يعني، وانا اكون سبب، يا ريت يا رب لو معايا يعني. بس برضو الواحد بيكون حذر شويه، بالذات لما يكون مع اولاد وكده. لكن بالعكس انا في خلال سنه ونص دي بصراحه يعني مش فاكر موقف معين حصل آه، حد حاول ينصب عليا او يسرقني يعني. ويمكن حصل وانا مش فاهم، مش واخد بالي يعني. بالعكس، ورحت مناطق شعبيه بيسموها شعبيه في مصر، ما اعرفش هنا في المغرب. المناطق ديت اللي هي يعني مش مناطق الراقيه بقى اللي مش عارف إيه. انا بالعكس انا ما برتاحش قوي في المناطق الراقيه على فكره يعني، لانه معظم الموجودين هناك يعني كاني في السويد مع ناس اصلا من اوروبا، كتير منهم عايشين في اوروبا وبيجوا هنا في الصيف. بيكونوا عايز اروح المناطق اللي الناس العاديه المغاربه موجودين فيها. ما شفتش غير الخير والدعاء والكلام الطيب والكلام الجميل. اكيد في ناس يعني زي ما بيقولوا woke up يعني on the wrong side of the bed يعني، صحي كده في وهو متنرفز زعلان، حصل حاجه، مراته مزعلاه، عياله مزعلينه، دي حاجه كده يعني. لكن الاساس يعني لو هنعمم بالعكس، ما شفتش انا من الناس دول يعني في الباتيسري اللي هي المخبزه. آه، ما شاء الله عليهم يعني صراحة، أخلاق في كل مدينة رحتها. أول ما يعرفوا إن أنا مصري بيفرحوا جدا. أنا اللي عندي عقدة على فكرة، أنا عندي مشكلة في إن أنا أحس إن أنا مش واحد من الناس، إنه يعني قصدي إنه بتكلمش زيهم، عايز أتكلم الدارجة بس بعرفش، فبيطلع الكلام غلط خالص وكده. لكن الناس ما عندهمش مشكلة خالص في الموضوع إن أنا أتكلم مصري معاهم يعني. بالعكس يعني الحاجة الوحيدة العنصرية اللي أنا حسيتها من التعليقات من الناس على السوشيال ميديا لما يعرفوا ان انا مصري وساكن في المغرب، وتلاقيهم هم الناس دول مش عايشين في المغرب اصلا، عايشين خارج المغرب. يكتبوا مثلا انت بتعمل هنا ايه في بلدنا، الكلام اللي بنسمعه احنا من السعوديين العنصريين الموجودين. وفي كمان كده اكيد مصريين في اي، لكن دول لا يمثلوا طبعا الشعب المغربي الجميل ده. لانه انا هنا عشت هنا اهو، وخرجت كتير جدا، وقعدت في مطاعم وتاكسيات، وسافرت واتوبيسات وقطر وطيار، كل حاجه، ولا مره حسيت انه في حد هنا حسسني احساس ان انا يعني المفروض ما اكونش موجود في البلد هنا معاهم. بالعكس بيفرحوا جدا، وبيرحبوا جدا، وبيديك رقمه، وحاجه يعني صراحه يعني تفرح وتثلج الصدر زي ما بيقولوا. لكن هو اونلاين، واونلاين الله اعلم مين اللي بيكتب، يمكن كمان اصلا ملوش اي علاقه بالمغرب ولا مصر ولا حاجه. واحد كده يعني والعياذ بالله مثلا قاعد بيشرب ولا بيسكر وحشاء ما نعرفش الناس دول مين يعني، يمكن ترولز زي ما بيقولوا يعني. فالقصد انه لا، فالفكره دي ان هم عصبيين وشداد وكده، خالص بالعكس، بالعكس تماما، سبحان الله، رقي ما شاء الله. لكن في فرق في حاجه بقى هنا، في فرق في موضوع اللي هي زي ما تقولوا ايه الناس من المدن وخارج المدن، ودي موجوده في كل مكان. لكن دي لاحظتها جدا، لو احنا لا قعدنا في الدار البيضاء او قعدنا في المحمديه فتره، وبعدين قعدنا دلوقتي في تطوان فتره. تطوان هي في شمال المغرب يعني، اقل من ساعه يعني من اسبانيا تقريبا، في الشمال خالص يعني. فصراحه فرق، مش فرق انه دول وحشين ودول كويسين، فرق انه في المدن الناس بيجي لهم عندهم كده يعني شويه شده، عارفين شغل وعمل وتعب ومصانع هنا في الشمال ناس عارفين رايقين شويه كده، رايقين يعني، الهدوء، الطيبه، وكمان التدين شويه اكتر يعني. ده اللي لاحظته يعني، مش معناه ان دول مش متدينين، انا بحبش الكلام ده، ده متدين، ده مش ده ملتزم، ده الكلام ده بحبش انا، بحبش الكلام ده. لكن انا بس عايز اوصل لكم انه اللي شفته
يعني إنه حُفّاظ القرآن هنا كتار جدًا ما شاء الله تبارك الله، إحنا عِشنا في قرية، أنا وعزّة والولاد عِشنا في قرية كام شهر كده، قرية يعني في منطقة قريّبة من حتّة هنا اسمها خميس أنجرة، فيعني جبال بقى والأندلسيين وحاجات كده يعني رائعة، جميلة جدًا، وقلبي نِفْسي نرجع المكان ده، لكن سبحان الله عمليًا ما نفعش للأسف الشديد يعني، وربنا ييسّر يا رب ونلاقي كده مكان حلو يعني يكون عندنا بيت هناك بإذن الله. فالقصد إنه يعني ده اللي لاحظته، يعني الفرق إنه المُدن خارج المُدن، الطيبة، التديُّن، الأخلاق، الرُقي، يعني حتى في أسلوبهم في الكلام، في لبسهم، وزي ما قُلت لكم ده مش معناه إنه دول لبسهم وِحِش التانيين، لأ عادي، لكن لمّا يكون حاجة كده وتلاقي الدرجة كده فجأة عارفين يعني إيه ده، ده ما شاء الله ده أحسن وأفضل، ده حسن وجيد، لكن ده أحسن وأفضل. فده إحساسي وده عشان كده أنا يعني مش عايز أسيب تطوان، مبسوط جدًا هنا ومرتاح جدًا هنا، ويعني الناس هنا طيبين جدًا، وناس وقفوا جنبنا كتير، و في الشارع يعني الواحد يقدر يوقّف أي حد يُقف معاك، وفي ناس زي ما بيقولوا يا أخوانا الفلسطينيين الله ينصرهم يا رب، بيقولوا زنخ، غلسين ومُتعبين، في ناس بس دي ليها علاقة بالإنسان نَفْسه، ما لوش علاقة بالبلد، يعني فاهمين قصدي؟ يعني مثلًا أروح مثلًا لشركة التليفونات هنا عشان يساعدوني في حاجة مثلًا في الكارت بتاعي مش شغال وكده، تلاقي مثلًا واحدة مش مهتمة بشغلها، وتكلمك بأسلوب كده مش حلو، ما اقدرش أنا باقعد أفكّر علشان أنا مصري وعشان أنا مش لأ ده كلام هبل، ده هي أصلًا هي أخلاقها وِحِش، ويمكن هي مش يمكن ويمكن أو هو ما أنا باقول هي بس أي حد يعني، لكن اللي هاختم بيه علشان أنا لو هاتكلم راديو لازم يتقفل يعني. والله يعني قمة السعادة اللي أنا فيها، إن أنا بين ناس يعني فيهم الطيبة والخير، زي بالضبط لمّا قعدت في مصر فترة برضه، كان عندي صورة مسبقة، أنا كمصري، إنه خُد بالك في القاهرة، خُد بالك من المناطق أكيد في مناطق خطرة هنا وهناك في كل مكان، أكيد في ناس كده زي ما قُلت أكيد، لكن في نفس الوقت بادخل كده بقلب منفتح واحاول فعلًا أستوعب إنه الناس كلّها مش زي بعض، ما تفكّرش بأسلوب مسبق، بالاقي إنه في مصر مثلًا الناس طيبة جدًا، وبتحب الخير، ونِفْسها تكون سعيدة زي أي بشر في الدنيا. فالفيديو دوّة مش مقارنة بين دول ولا الجنس ده والجنس ده ولا الخلفية دي والخلفية دي والبلد دي والبلد دي، لأ، دي بس تجربتي وإحساسي، وأختم وأقول إن أنا باحبكم كلكم والله، المغاربة والمصريين والعرب والمسلمين أنا يعني إنسان والله العظيم قلبي منفتح جدًا، 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 ونفسي أزور كل بلداننا العربية والإسلامية وإلى الحاجة اللي فعلًا يعني بتسعدني إنه لمّا أكون عندي يكون عندي فكرة مسبقة وأطلع غلطان وما عنديش حق، أحس إنه الحمد لله إحنا بخير، وإحنا بخير يا حبايبي والله إحنا بخير. ربنا يألِّف بيننا يا رب ويجمّع قلوبنا دايمًا كده على كلمة الخير والحق ونكون مفاتيح للخير ويعني نكون ناس كده يعني بنحب الخير لبعض وخايفين على بعض ونتمنى الخير وما نحكمش على بعض، نكون ناس قلوبنا نقيين بإذن الله سبحانه وتعالى، أحبكم بالزاف يا مغاربة والله، وكلكم فوق راسي، جزاكم الله خير على حسن استماعكم واتباعكم، ما تنسوش لو عجبكم الفيديو إن شاء الله تشيروه بين الناس ونكبر مش عارف أتكلم اللغات بتدخل في بعض، ونكبر القناة مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى عشان الوعي يزيد بيننا، أنا أخوكم أنس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.